السلام عليكم. النهاردة هنعمل معاكم أحلى بيتزا إن شاء الله ممكن تشوفوها على اليوتيوب. بس لو لسه مش مشترك في القناة ادخل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت ما تنساش لايك وشير لو عجبك الفيديو. طبعا البيتزاية اللي احنا بنقطعها قدام حضراتكم دي بيتزاية مشكل فراخ ومشكل لحوم. ده حاجة كده يعني تعتبر ولا ألف ليلة وليلة. مشكل لحوم ده اللحوم بتاعتنا هتبقى كفتة وسوسيس أو هول دوج. في ناس بتقول على الهوت دوج السوسيس وفي ناس بتقول عليه هول دوج. طبعا كفتة بنشويها على الفحم تقريبا 3/4 سوا، عشان لما تدخل معانا الفرن تاني تاخد سوا شوية فمتطلعش معانا ناشفة. والهول دوج نفس الموضوع. المكونات بتاعتنا بنسيب فيها السوا ناقص شوية يا جماعة، يعني حاجة بسيطة مش كتير، يعني تقريبا مستوية ناقصة سوا بسيط، عشان الوصفة بتاعتنا تطلع معانا كويسة ومش ناشفة. لأن دلوقتي احنا لو سوينا حاجتنا كويس ودخلنا الحاجة الفرن هتطلع معانا الحاجة اللي حطيناها في البيتزاية ناشفة معانا وطعمها مش كويس. ولكن أهم حاجة المقادير البيتزا في العجينة. هنبدأ العجينة 125 جرام من الدقيق، وبيكنج باودر معلقة صغيرة ومعاهم نص معلقة سكر، وهنقلب كويس. أهم حاجة التقليب كويس. وبعد كده بيضة بحرارة الغرفة، وننزل بالبيضة على الدقيق. وأهم حاجة تكون البيضة بحرارة الغرفة. ويا ريت يا ريت الحليب بتاعنا يكون دافي. ولكن قبل الحليب هنزل بالخميرة. الخميرة بتاعتنا 3/4 معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ونقلب المكونات بتاعتنا كويس. وبعد كده هننزل باللبن، واللبن بتاعنا يا ريت يكون دافي. وننزل تدريجيا باللبن بتاعنا، ونحاول دايما يا جماعة ان العجينة بتاعتنا ما تكونش يابسة قوي. يعني في النهاية لما نخلص عجن لازم العجينة، انا مش عايز اقول لكم جرامات 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 لانكم مش هتركزوا معايا قوي في الجرامات. اكيد مش هنجيب ميزان في كل بيت ونوزن جرامات، احنا مش بنبيع دهب يعني. انا ببسط لكم الامور عشان الامور تاخدوها بايه، يعني ايه، بسهل ويسر كده. لان في ناس تستصعب دايما، الناس بتشتكي لي دايما ان البيتزا بتطلع معاهم مش مظبوطه. فعشان ما اقعدش احسب لكم جرامات، انا بقول لكم دايما تحطوا على العجينه لبن. بس اهم حاجه في نهايه العجن تخلي العجينه معاكم ما تبقاش ناشفه، ما تبقاش قاسيه. لو بقت العجينه معاكم قاسيه هتطلع مش مظبوطه. نحط لبن على العجينه ونعجن لغايه لما العجينه تطلع معانا يعني طريه شويه. وبعد كده بعد ما نعجن كويس نحط عليها شويه زيت ونقلب تاني، نعجن تاني، نعجن 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 في العجينه لغايه لما العجينه يا جماعه نحس ان هي فعلا اتعجنت كويس، تقريبا من 7 ل10 دقايق عجن. ولما تتعجن كويس معانا العجينه هنغطي عليها ونسيبها تخمر كويس. اهم حاجه العجينه تخمر معانا كويس عشان تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها وراضيين عنها. وطبعا دي الوصفه بتاعتنا بعد ما العجينه خمرت معانا. هنبدا نعمل معانا البيتزا بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم البيتزا بتاعتنا هتعمل بيتزا 4 اشكال: ميكس فراخ وميكس لحوم. والميكس فراخ بتاعنا هيبقى ستريبس، اللي بحب الستريبس طبعا 4 اشكال. مش لازم تكون ستريبس ومثلا زي ما انا عملت هول دوج وكفتة وشاورما، اي 4 اشكال. وطبعا المبتدئ ده هتبقى صعب عليه شوية، ممكن يعملها شكل واحد، ممكن يعملها ميكس جبن. ده اقتراح، ده انا سايبه لكم كل واحد على حسب رغبته. انا هعمل معاكم البيتزا ميكس فراخ وميكس لحوم. الميكس فراخ بتاعي هيبقى مكون من ستريبس وشاورما، والميكس اللحوم بتاعي هيبقى مكون من كفتة وسوسيس. والسوسيس ده اللي هو الهول دوج للناس اللي ما تعرفش السوسيس. والهول دوج هو سوسيس اللي هو شبه اللانشون ده. طبعا هنا بعد ما فردنا العجينة وحطينا الصلصة بتاعتنا هنفرد عليها الجبنة الموزاريلا. واهم حاجة برضو في الجبنة الموزاريلا يا جماعة، في حاجات كتير جدا يا جماعة بتبوظ مننا البيتزا. اهم حاجة الجبنة بتاعتنا ما تبقاش طالعة من الفريز وننزل بيها فوق العجينة. ده برضو بتفشل البيتزا بتاعتنا. بصوا للجبنة اللي انا شغال بيها تحس ان الجبنة مش متماسكة قوي. وهنا بعد ما حطيت العجينة بتاعتي هجيب عودين من المكرونة الاسباجيتي واقسم البيتزا بتاعتي على نصين. يعني اما احط زي ما حضرتك شفتوا كده 2 سباكيتي على حرف زائد. وبعد كده هبدأ تعمل معانا 4 اشكال، وهبدأ اشكل البيتزا. كل ربع من دول هبدأ انزل بيه
بشكل معين من الحاجات اللي عندي أو نوع معين من الأصناف اللي عندي. هنزل بالكفتة والسوسيس والشاورما، وطبعا اللي حابب يرص يرص ومش حابب يرص ما يرصش. أنا عن نفسي دايما برصها. ليه؟ لأن دايما البيتزاية لما اتعملت بطريقة كويسة مش بيطلع الطعم بس كويس، والشكل كمان يفتح النفس. ودي طبعا كان الشكل النهائي للبيتزاية بتاعتي بعد ما رصيت الأربع أشكال بتوعي. شايفين طالعة عاملة ازاي؟ ما شاء الله. ولكن أهم حاجة النتيجة النهائية. دي النتيجة النهائية. قعدت في الفرن تقريبا 7 دقايق، ولكن الفرن كنت مولعه مسبقا على درجة حرارة 180، وسخن الفرن كويس. وأهم حاجة أكون مهدي الفرن من فوق، ولكن الفرن من فوق ومن تحت يكون سخن معايا كويس. وهدي من فوق خالص، ومن تحت تكون الحرارة متوسطة على درجة حرارة تقريبا 180. ولما يبدأ يستوي معانا تقريبا 90% من تحت، أبدأ أعلي الفرن من فوق ومعليش الفرن على الآخر. للناس اللي عندها فرن غاز، تعلي الفرن تعلية متوسطة عشان تطلع معايا البيتزاية كويسة. وراقب البيتزاية من تحت. أول ما ألاقي البيتزاية من تحت استوت، أطفي الفرن من تحت وأكمل من فوق لغاية لما تستوي معايا من فوق. وده كانت النتيجة النهائية للبيتزا. شايفين ما شاء الله مطة البيتزا؟ شايفين حاجة تحفة. ورغم ده كله البيتزاية نفسها يا جماعة طرية هشة.